بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. الفيديوهات اللي فاتت عملت صداع في نافوخي، عملت كالو، عملت ورم في النافوخ. يا كابتن انا سباح سبرنتر ولا سباح ديستنس؟ يا كابتن انا ينفع اكمل في السباحة ولا ما ينفعش؟ يا كابتن هو الكلام ده ينفع عليا ولا ما ينفعش؟ بصوا يا جماعة، في عجالة كده عشان بس ايه ما الكلام ما يكترش والناس ما تفهمش حاجات غلط كتير. رقم واحد، لما يبقى في فيديو فيه كذا حلقة، او لما يبقى في موضوع فيه كذا حلقة، يا ريت نتفرج على الحلقات كلها من اولها لاخرها عشان نكون فكرة كاملة عن الموضوع ونبتدي نستوعب الفكرة اللي انا عايز اوصلها لحضراتكم. يعني كان في موضوع الجينات دوت، كنت عامل عليه 3 فيديوهات على ما اعتقد. حد قال لي انا كنت بسمع 3 4 دقايق واجري بقية الفيديو. طب معلش انا اسف، طب انت فهمت ايه كده؟ انت ممكن اللي انت سمعته في 3 4 دقايق دول المقدمة اللي زي ما احنا بنتكلم كده دلوقتي. لكن لما تيجي تتكلم في المعلومات لما تخش جوه مش هتلاقي نفسك تايه. انا حتى بنبه واقول يا جماعه خدوا بالكم، اللي ما شافش الفيديو اللي فات يروح يشوف الاول وبعدين يجي يشوف الفيديو ده، علشان معلومات مترابطه متسلسله كده ورا بعضها. فلو ما فهمتش المعلومات الاوليه مش هتفهم المعلومات المركبه او المعقده اللي بعد كده. مع اني بحاول ابسط بقدر الامكان، ولكن القصه وما فيها ان المعلومات بتبقى مبنيه على بعضها، فده غصب عني مش بمزاجي. ده رقم واحد. رقم اتنين، الكلام بالنسبة لسباحين السبرنت وسباحين الديستانس، الكلام دوت بيرجع لعوامل كتير. عوامل الجينات، عوامل التدريب، عوامل العوامل الفسيولوجية نفسها، العوامل النفسية. عوامل كتير قوي انا اتكلمت فيها وشرحتها متهيألي باستفاضة في الفيديوهين بتوعنا سبرنتر ولا ديستانس، او مين ينفع يبقى سباح مسافات ومين ينفع يبقى سباح مسافات قصيرة. الكلام ده كله انا شرحته بالتفصيل متهيألي على ما اعتقد، وفيته شرح يعني. ف ولكن في نقطة ما قلتهاش في الفيديوهات اللي فاتت، ولكن لازم ان انا اقولها يعني. امتى احكم على نفسي او امتى احكم على السباح بتاعي ان هو ينفع يبقى سباح ديستانس او سباح سبرنت؟ هو ده اللي انا قلت عليه. ما ينفعش واحد بيتمرن ساعة او ساعتين مرتين في الاسبوع، او ساعة 3 مرات في الاسبوع، او ساعة 4 مرات في الاسبوع، ونيجي نحكم عليه في اخر الموسم. مستحيل، ما ينفعش، لانه ما خدش كفايته في التدريب. اقل اقل حاجه عشان الواحد يبقى واخد كفايته في التدريب، ساعة ونص 6 مرات في الاسبوع. دي اقل حاجه، مش هقول لك ساعتين ولا هقول لك 3 ساعات، اقل حاجه. تمرين الميه ساعه ونص، اقل حاجه ساعه ونص 6 مرات في الاسبوع. سيادتك بقى بتغيب كل يوم اتنين يبقى 5 تمرينات، سيادتك بتغيب كل يوم تلات يبقى 4 تمرينات، سيادتك بتغيب كل يوم 4 يبقوا 3 تمرينات. عشان عندك درس، عشان عندك مناسبة، عشان عندك ظرف معين، عشان مش هينفع تروح التمرين في اليوم دوت، عشان التمرين في اليوم دوت بدري قوي او متأخر قوي فما يناسبكش. دي مشكلة خاصة بيك انت، مش خاصة بالمكان اللي انت بتتمرن فيه. ولكن عندك خلل في الموسم ده، ما انت كده يبقى عندك خلل في الموسم ده، ما كملتش وحداتك التدريبية كاملة. عندك خلل في الموسم ده يبقى ما ينفعش تحكم على نفسك فيه. خلاص، انا احكم على نفسي امتى؟ لما سنة واتنين وتلاتة، 3 سنين، 3 سنين 3 years يعني 900 ألف معرفش وكام يوم، اتمرنتهم 6 مرات في الأسبوع، ولقيت نفسك ميال لسباقات السبرنت أكتر من سباقات الديستانس أو العكس، هنا يبقى سيادتك سباح المسافات دي أو سباح السباقات دي. طبعا مع ما نحط شرط طبعا ان احنا المدرب بتاعنا يبقى مدرب ثابت، سواء مدرب الميه او مدرب الفتنس، مع ان البرنامج بتاعنا برنامج متوازن، البرنامج الغذائي بتاعنا برنامج مظبوط، والدنيا عندي ماشيه روز اللوز وتمام التمام وزي الفل. حلو الكلام. طيب لو في شرط من دول ما اتحققش يبقى ما ينفعش تحكم على الموسم ده، ما ينفعش تقيم نفسك من خلال الموسم ده. واضح كده؟ ده السباح اللي ما بي... اللي بيسقط تمرينه، السباح اللي بيسقط تمرينه في الاسبوع يعني بيبقى حاضر 5 وحدات، بتقلل من معدل الحضور بتاعه. يعني لما تيجي تحاسب نفسك اخر الموسم انا حاضر كام في المية، انا كده محسن رقمي ولا مش محسن رقمي، المدرب بتاعك هيقول لك ماليش دعوة بيك، انت ما حضرتش، انت حضورك مش 100% عندي. ما انت لو حضورك اقل من 80% ولا 85% يبقى انت كده عندك خلل في الحضور، عندك خلل في البرنامج التدريبي بتاعك، عندك خلل في الاستفادة من البرنامج التدريبي اللي معمول لك، فانت كده ما استفدتش بنسبة 100% بتاعتك.
يبقى انت كده بنسبة كبيرة جدا مش هتحسن في معظم السباقات بتاعتك، الا اذا توافق السبق بتاعك دوت مع توب فورم انت فيها. واصل لها بقى ازاي؟ واصل لها مثلا مثلا يعني مثلا على سبيل المثال، واصل لها ان انت في اليوم دوت نايم وقت كافي، اليوم دوت درجة الحرارة فيه كويسة، انت دافيان فيه، مش بردان. اليوم دوت انت مثلا واكل اكلة مظبوطة، مديالك كمية كربوهيدرات عالية، ظابط فيها الدنيا مع نفسك. لو انت مثلا متعود تشرب قهوة مثلا او تشرب حاجة فيها كافيين، خدت كمية الكافيين المناسبة ليك، مسخن تسخينة مظبوطة قبل السبق، شفت شخص انت بتحبه او بتميل ليه او بتقدره قبل السبق، في حد معين حاضر لك السبق، مثلا والدتك، والدك، خالك، خالتك، جدك، جدتك، حد معين ليه معزة خاصة عندك، ليه معزة خاصة عندك، فانت بتطلع احسن حاجة عندك حتى لو ده اكبر من قدراتك. فده بره الحسابات دي خالص، بره الحسابات دي خالص. يعني مثلا لو واحد سباح مسافات طويلة، يعني دنيته كلها ماشية ان هو بتقول ان هو سباح مسافات متوسطة او طويلة، جه يوم مثلا سبق ال50، واحد مثلا استفزه جوه في الاعداد، واحد استفزه حرفيا، فالواد نزل ودمه بيغلي، نزل غلى عليه في السبق من الاخر، فيا انا يا انت، يا انا يا انت من الاخر، يا اكسبك يا تكسبني، حياة او موت بقى. فمنطقي ان هو هينزل، لو هو واد غلاوي فعلا وقلبه ميت كده، هينزل هيموت نفسه في السبق ده. هل معنى كده ان هو بالسبق ده بقى سباح سبرينتر؟ لا، ما حصلش، ولكن ممكن دي تبقى بداية ليه. طيب، عاملين مثلا زي ايه؟ عاملين مثلا زي خناقات الشوارع، ممكن تلاقي واحد قوي جدا، لعيب مثلا كمال اجسام مثلا او رفع اثقال او حاجه زي كده، وتلاقي مثلا واحد يطلع عليه عيل سفروت قد كده يمسكه ياكله علقه موت في الشارع. ليه؟ عشان الواد الصغير ده، الواد ابن الشوارع ده، قلبه ميت، مش فارقه معاه حاجه ولا يفرق معاه اي حاجه. الواد التاني لا، خايف على منظره وبرستيج وابن ناس وهدوم وكلاس وبتاع وفورمه وعنده بطوله وبيحضر لها ودايت وكلام وشكله حلو وكلام من ده، فخايف على نفسه لا يتعور فما يضربش. ممكن ما مش ميال للخناقات، واحد يعني هو طبعه كده هادي كده، مش بتاع خناقات، مش بتاع مشاكل. واحد تاني لبط حتى لو اضعف منك بكتير جدا، ممكن يمسكك يمسح بكرامتك الارض ويفرج عليك الحي بحاله. فهي الموضوع كده، انت الموضوع ممكن انت يصادف ان انت سبق انت مش متمرن له، مش جاهز له، بس صدفة ان انت في اليوم دوت في حاجة فوقتك، في حاجة خرجتك بره المود ده، في حاجة دخلتك في مود تاني ان انت لازم تعمل كويس قوي في السبق ده. هل معنى كده ان انت تمام في السبق ده؟ لا. بس لو استمر الموضوع معاك في السبق ده سنة والتانية والتالتة ببطولات المنطقة وبطولات الجمهورية وكاس مصر، يبقى انت كده ايه، خلاص تمام، ضن السبق ده بتاعك اساسي. حتى لو، وحط حتى لو ديت مليون خط، حتى لو السبق ده غير متوافق مع كل المواصفات اللي انا قلتها في السبق في الفيديوهات اللي قبل كده، الفيديوهين اللي هم قبل كده، اللي هو الكتلة العضلية والطول والعرض والكثافة العضلية ونسبة الدهون والكلام ده كله، تمام. فهو الموضوع كومبليكيتد قوي، معقد قوي، مش سهل ان انت تعرفه، مش سهل ان انت تظبطه، ولكن بيجي مع التجربة والخطأ، بيجي مع الوقت، بيجي مع التكرار، بيجي مع الممارسة، بيجي مع المحاولة. فانت ما تزهقش، سواء سباح او سباحة ما تزهقش. السباحة لعبة نفس طويل، معاها بقى السباحة بالزعانف والخماسي وكل الالعاب اللي فيها حركة بتتكرر كتير عشان تخلص مسافة السبق بتاعتك. كل دي العاب عايزه صبر، عايزه طولة بال، عايزه واحد بيلعب على اللونج ران، بيخطط على على المدى البعيد، ما بيلعبش على البطوله اللي تحت رجليه، ما بيفكرش ان هو ينزل يتمرن قبل البطوله باسبوعين ثلاثه، والا ده ما يبقاش سباح، ده يبقى واحد يعني ايه، بلاش اقولها. اشوفكم فيديوهات تانية كتير ان شاء الله. السلام عليكم.